سنة جديدة و2023 ما قلناش حاجة. هابي نيو يير ليك. بس المفروض بقى اللي يحصل والطبيعي واللي نحتفل بيه بجد هي انجازاتك اللي انت كنت حاططها تارجت من السنة اللي فاتت، فاكرها؟ ولا انت كنت بتسجد نفسك وقتها وخلاص عشان بقى تعيش لحظة الطموح والاماني زي غيرك في نهاية كل سنة؟ طيب مبدئيا كده لو عايز تنجح وتبقى حاجة في حياتك زي ناس كتير مش اقل منك اطلاقا وقدروا فعلا يعملوا ده وفي وقت قياسي جدا وملموس، اكيد حضرتك مش اقل منهم اطلاقا ولا امكانياتك اقل منهم برضو. ده مش بعيد يطلعوا الناس دي اقل منك في الاساس، بس الفرق هنا اللي بينك وبينهم انهم قدروا وانت وقفت تتفرج عليهم، قدروا يثبتوا نفسيهم صح وانت واقف بتتفرج عليهم ولسه في مكانك. يا ترى انت ما عندكش مواهب ولا قدرات وهم فعلا احسن منك بكتير، ولا انت بقى مكسل حضرتك ومستني الفرصة الذهبية تجيلك لحد عندك، او حتى حضرتك لسه مكسل تكتشف مهاراتك دي لحد دلوقتي ومستني بقى حد يجي يخرجها لك ويقول لك انت مبدع عشان تفكر ساعتها تاخد خطوة واحدة وتروح تنفذ زيهم. بس سامحني لو عملت كده ساعتها هيتقال عليك انك قلدتهم. ليه؟ لانهم هم اللي سبقوك وبدأوا وانت لسه واقف في مكانك اخرك عمال تقول رأيك فيهم. بذمتك دي ثقافة ناس عاقلين؟ فوق ولازم تاخد وقفة هنا وقرار سريع قبل ما يجي اللي أبطأ منك ويعديك. بقولك ايه، ما تروحش في حتة بقى واستناني. تابعوني على تشانل هبة FM لغز حكاية. مشاهدينا الاعزاء اهلا بيكم في 2023 واتمنى بجد تكونوا حاطين بلان مهمة بالنسبة لكم في اللي جاي بس من دلوقتي. اهلا بيكم اعزائي المتابعين في تشانل هبة FM. ويلكم. الصراحة أنا مش جاية أقول لكم النهاردة برقيات ولا تهاني للسنة الجديدة، بس تقدروا تقولوا كده أنا جاية أكسر مقاديفكم شوية. ليه؟ لأن أنت وأنتي ما عملتوش أي حاجة لحد النهاردة من السنة اللي فاتت غير إنكم لا مقضينها إحباط لا انتقاد. فين أنت في الموضوع؟ فين شغفك وأحلامك اللي غيرك عمال يحققها وينجز فيها وأنت في مكانك لسه ثابت؟ بصوا اعتبروني النهاردة ألارم تنبيه كده لمنهج حياتك اللي جاي. اجمعوا بقى كده عشان هدخل عليكم بالكلام الخطير. بس الاول اعزائي المتابعين كالعاده نسخن الحلقه بلايك وسبسكرايب لو ما اشتركتش في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد اول باول. اولا حضرتك مش لازم خالص تحتفل بقى باحتفالات وهيصه بتاعت نهايه كل سنه دي ويكون ده التارجت بتاعك اللي حضرتك بتكون محضره قبلها بشهر اصلا. اللي بعد كل الهيصة والحفلات والدنيا دي كلها بيكون آخرها انتهاء سنة قديمة وداخلين على يوم جديد من سنة جديدة، وفي الآخر بنكتب في السنة دي عنوان للذكريات. فين الحدث في ده؟ لكن أنا بقى عايزاك صديقي العزيز تركز في اللي هيخليك أسطورة ورقم واحد يا نجم النجوم. ركز في المجهود اللي هيخليك فعلا تعرف تحتفل بيه، اللي هيخليك فعلا تحتفل بإنجازاتك اللي انت هتتعب فيها وهتعملها، أحسن من الاحتفالات العشوائية اللي كلنا بنهيس فيها ومتعودين عليها وخلاص بتاعت نهاية كل سنة اللي انت وانا ما بنستفدش منها أي حاجة خالص غير يوم لذيذ وشوية لب وكاجو وشوية حركات وشكرا. لا، قوم اعمل حاجة في حياتك تخليك تفتخر بيها قدام لنفسك لما تبص على المجهود اللي حضرتك بذلته من ورا بدل ما انت قاعد بتعمل اللي هتندم عليه قدام. جبتها لك من الآخر اهي. يا ريت بقى ما تتعشبش في بكره عشان من الاخر مش هيجيب لك اي حاجه زياده، مش هيجيب لك بجد غير من اللي عندك انت النهارده، عشان من الاخر دي قدراتك مش فانوس سحري هندعكه يطلع كل الطموحات. لو عايز او مهتم وخايف على عمرك اللي جاي واخد الحياه جد شويه وعايز تاخد منها بدل ما هي اللي تاخد منك، ابدا حياه جديده صح. يعني تقوم دلوقتي حالا وتقوم تبدا في الحاجه اللي انت عايز تعملها بس كنت مأجلها. ويا ريت بقى تقفل صفحات النية دي اللي مأخراك للأسف لحد دلوقتي. ويا ريت كمان تنسف من حياتك كلمة بكرة، هعمل بكرة، هروح بكرة، هفكر حتى بكرة. هتقعد تقول بكرة لحد اما بكرة هيبطل يجيلك ويزهق منك أساسا من كتر بإن مفيش حاجة بتتنفذ منك أصلا. ونرجع بقى نلوم الظروف والأيام والدنيا باظت، والمشكلة كلها فيك أنت مش في اللي حواليك ولا في الأيام. امبارح راح منك خلاص وعدى وخلص فما تفكرش فيه، وبكرة لسه موجود بإذن الله بس ما نعرفش مخبلنا ايه. لكن النهاردة ملكك وبتاعك لوحدك، فاستغله صح وما تضيعهوش، لانك للأسف لو ما عملتش كده يبقى بكرة وامبارح وحتى اللي جاي كله هيبقى شبه بعضه. يرضيك بقى تكون كده؟
عايز تكون شخص بلا قيمة؟ عايز يتبصلك بصة انهم هم اللي اهم منك وانت اقل واحد فيهم؟ لو انت الشخص ده فعلا يبقى انا اللي بقولك دلوقتي اقفل الحلقة وروح كمل نوم. اصلك لو مستني الفرصة تجيلك لحد عندك فهي ما بتجيش. بس ممكن تكون ماشي في طريق انت اصلا ماشيه كل يوم بس مش عاطيله اي نوع من الاهتمام وتلاقيها في نصه، فبلاش تستهون باي طريق انت ماشيه مهما كان، عشان ممكن الفرصة تجيلك عن طريق حاجة انت اصلا مش متخيلها، او ممكن تكون حاجة اصلا ملهاش اي نوع من القيمة بس الفرصة هتكون متشعلقة من خلالها. فارجوك امشي كل الطرق وعافر وما تستهونش ابدا باي ثغرات، لان الفرصة زي ما قلت لك بتيجي عن طريق اسباب، فما تستهونش برضو باي سبب حتى لو صغير. انا عاوزاك لما تفكر في حاجة وانت نفسك تحققها فعلا قوم ابتديها فورا، ما تأجلهاش حتى لو ابتديت فيها جزء صغير من خطتك، مش مهم، المهم تبدأ. ما تقعدش تقول بقى في نهاية السنة ان شاء الله السنة الجاية هعملها، احنا كده بنضحك على بعض. قوم اعمل دلوقتي، انجز، فوق. هو العمر فيه كام سنة اصلا؟ انا عاوزاك تحسبها باليوم مش بالسنة. يعني قبل ما تنام كل يوم بثواني كده شوف عملت ايه في انجازاتك النهارده. لو فكرت بالطريقه دي صدقني انك هتلاقي نفسك بتحقق كل يوم حاجه حتى لو كانت صغيره، وكمان هتلاقي نفسك في وقت قصير جدا محقق حاجه بالفعل. هي مش كيمياء ولا لوغاريتمات، بس كل القصه بانك تاخد اي بلان بجديه شويه وتشتغل فيها وانت بتفكر فيها اصلا. ده لو حضرتك مهتم يعني وعايز تنجز او عايز يكون ليك تاريخ عريق يتحكى عليه بجد. خد الملحوظة دي مني بقى، لو انت ضميرك أنبك وحسسك بانك ما انجزتش اي حاجة الفترة دي، الفترة اللي انت فعلا اخدت فيها القرار انك هتعمل او هتمشي في المشوار بتاعك، اعرف ساعتها في الوقت ده تحديدا انك ماشي في الطريق المظبوط. اصل انا ما قلتلكش كل ما بتفكر حضرتك في اي حاجة بخيال واسع جدا ويقين عالي برضو وبيقين شويتين 3 كده، كل ما هتلاقي الحاجة اللي انت بتفكر فيها ايا كانت بتتحقق قدامك. جربها بس انت كده مع نفسك وهتدعيلي. يعني مثلا ممكن تفكر مع نفسك كده شوية ان في شخص معين ما بيتصلش بيك بقاله فترة، بس اهم حاجة وانت بتفكر في الحاجة دي تكون على يقين تام بانه سمعك او شايفك. تعرف تعمل ده؟ عشان لو وصلت فعلا للمرحلة دي هيتأكد لك ساعتها طلبك وهيستجاب وينفذ. والله ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. اليقين الكلام ده مسخر لأي شخص في الكون، يعني مش مطلوب منك أي إنجازات ولا قدرات ولا حتى شهادات. الموضوع بسيط جدا، آمن بس بربنا سبحانه وتعالى الأول، ثم آمن بأي حاجة أنت نفسك فيها بإنها هتتحقق فهتتحقق. هو ربنا اللي قال كده، بس انتوا بقى اللي مصعبينها على نفسكوا شوية من كتر ما انتوا بقيتوا موزعين كل السلبية على البشر. خليك إيجابي بجد ولو للحظة عشان تقدر تستمتع بكل الكلام اللي أنا بقوله ده وتستفيد منه كمان في حياتك. من الآخر عيش حياتك صح وبالطريقة اللي ترضيك مش اللي ترضي غيرك، وخليك عارف أي حاجة انت هتتعب فيها بجد هتلاقي تعبك ده ما راحش وهتلاقيه في حصلتك قدام. اتعب انت بس وهتلاقي نفسك ساعتها قطعت شوط كبير جدا من غير ما تحس في طريقك، وهتلاقي نفسك كمان وصلت لنصه ومحقق منه من طموحات انت ما كنتش متخيل انك ممكن تكون محققها في يوم من الايام. وفكر نفسك دايما على طول بان اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني ابدا، فاوعى تضيعه من ايدك لو سمحت. يعني من الاخر كده يا تركب القطر يا تفضل عايش في المحطة، ده اختيارك انت بقى مش اختيار الناس ليك. عايزك كل يوم تركز في ايه اللي انت انجزته النهاردة بدل ما تقعد تشيل حمل بكرة وفي الاخر لا هتلحق بكرة ولا حتى النهاردة. انت لسه فيها يا صديقي، لا تيأس. طول ما الحياة لسه بتطلع منها شمس مشرقة ولسه فيك نفس، طول ما انت لسه في امان وهتلحق اكيد، بس اياك تكسل عشان ساعتها هتكون بتظلم نفسك بنفسك. في نهاية الحلقة اتمنى منكم تحافظوا على اللي باقي من عمركم صح قبل ما يجي وقت ما يكونش فيه وقت اصلا للتعديل او حتى نقدر نحذف منه اشياء. احلى هابي نيو يير. لايك وشير بقى بعد اذنك، وده هعتبره منك اول التغيير. ويلا باي.